السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقطعان الكهرباء، الدنيا كلها مصر دلوقتي ما فيهاش حاجة منتظمة إلا وقت إن أنت بتقطع فيه الكهرباء. كلام جميل، عشان عندنا أزمة في الكهرباء. وزير الكهرباء قال لك إحنا ما عندناش أزمة، الأزمة بتاعتنا في البترول. طلع وزير البترول قال لك فعلا ده في أزمة، يعني الأزمة دلوقتي في البترول عشان تشغل المعدات اللي بتولد الكهرباء. كلام جميل. بالنسبة بقى لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، عندك حي بالكامل، الحي البر الشرقي. حضرتك من يوم 16 اللي هو يوم 16 يوم الخميس، يوم 16 اللي هو الخميس 16/11/2023 الحي بالكامل قايد، يعني خميس صباح جمعة وجمعة صباح سبت، وانا سايبه لغاية دلوقتي قايد. الشوارع قايدة، الشوارع اللي تبع الحكومة قايدة. طب ما هو كده يبقى فيه إهمال. انت عندك دلوقتي الموظفين مهملين، يعني في فساد. وزي ما هو قايد دلوقتي 48 ساعة، يعني ليل مع نهار، كان في قرى كتير جدا ممكن تستفيد بكده، ما ينفعش يتقطع فيها النور. طبعا حضرتك احنا ما عندناش الآليات ان احنا نشتكي موظف الحكومة، لان موظف الحكومة ما ينفعش اشتكيه. فحضرتك دلوقتي كل مدير لازم يكون مفيد للمكان اللي هو فيها. مفيد ازاي؟ احنا عندنا أزمة، يبقى نتكاتف كلنا مع بعض عشان نعدي الأزمة دي. مش اشغل النور 24 ساعة متتالية، و24 ساعة يعني 48 ساعة، يعني يومين اتنين النور قايد ليل مع نهار. فكده يبقى حرام. في ناس اولى ان انت ما تقطعش عندهم الكهرباء، يعني زي ما قطع عندي اكيد في اماكن تاني، زي ما كان قايد 48 ساعة عندي في البر الشرقي، كان اكيد برضو بيعمل كده في محافظات تانية وفي اماكن تانية. فالناس دي لازم تتحاسب. لازم يا جماعة كلنا عندنا أزمة، لازم نقف جنب بعض. هنقف جنب بعض يبقى كل واحد في مكانه يفيد اللي قدامه. انت موظف قمت الصبحية رايح على شغلك، بدل ما تقعد تفطر وتوقف الناس كلها طوابير وتوقف حالهم وراهم 100,000 حاجة، حاول تفطر على طول أوام أوام وتشوف مصالح الناس دي. هتقطع الكهرباء، انزل الشوارع، شوف الشارع ده قايد ولا لأ. وبدل ما بقيده والنهار قايد والنهار ربنا طالع، اقيده بعد ما نهار ربنا يروح بدقيقة. مش هقعد ساعة قايد الكهرباء وابص الاقي النهار طالع. طب ما انت كده بتوفر ايه؟ ده انت كده ما بتوفرش، انت كده بتبعطر بس. خلاص، سلام عليكم.